الحصول على النجمه التاسعه بنادي افريقيا طبعا هتزين سواء التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي او اي لوجو متواجد داخل النادي الاهلي. زي ما انتم شايفين الاربع نجوم دي، كل نجمه من الاربعه اللي فوق دول 10 بطولات من بطوله الدوري. طبعا كل ما يعني توصل لل10 بيوصل في الدوري بتبقى نجمه. حتى الان النادي الاهلي 42 بطوله، فبالتالي لسه فاضل 8 بطولات عشان تبقى 5 نجوم، ثم النجوم اللي تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بطولات للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا امام حضراتكم. ده شعار جديد وبالتالي هيكون ايضا على تيشيرت النادي الاهلي. الاهلي بيوصل القائمه الاولى الخاصه بالقائمه الخاصه بتاعته لاتحاد الكره بدون صالح جمعه زي ما قلت لحضراتكم واحمد الشيخ وبادجي. بكره زي ما قلت لحضراتكم كل الانديه تقدر تحط او تبقى متواجده معاها الصفقات الجديده. طاهر محمد طاهر هيبقى متواجد في تشكيله او القائمه، وانا قلت القائمه الخاصه بنادي الزمالك. قائمه النادي الاهلي ايضا هيكون متواجده فيها طاهر محمد طاهر، هيكون متواجد فيها طاهر محمد طاهر وبدر بنون اللاعب الجديد، اللاعب المغربي الجديد في قائمه النادي الاهلي في مواجهته لنادي الاتحاد. الاثنين دول صفقتين جداد وبالتالي يقدروا يلعبوا بكره في نهائي كاس الدور قبل النهائي لكاس مصر. طيب عن تشكيل متوقع لمباراه الغد ايضا للنادي الاهلي نقدر من خلال الشاشه نقول لحضراتكم: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين اللي كان فيه انباء زي ما قلت لحضراتكم في المسحه الاولى ان كان في اشتباه في كورونا، لكن الحمد لله طلعت يعني الحمد لله ما فيش حاجه. ايضا ياسر ابراهيم في قلب الدفاع، معاه ايمن اشرف، علي معلول ناحيه الشمال، حمدي فتحي في خط الوسط، عمرو السوليه في نص، هما الاثنين عمرو السوليه في نص الملعب، حسين الشحات، قفشه، اجاييه، مروان محسن. دي التشكيله الخاصه بالنادي الاهلي المتوقعه غدا. مصير بقى كل لاعب من اللاعبين اللي ممكن رحلوا من النادي الاهلي. صالح جمعه حتى الان في بعض العروض اللي جايه له، هنشوف هيتجه على فين. بادجي احد الانديه في الدرجه الثانيه في فرنسا. احمد الشيخ سوف يتجه، يعني انباء عن توجهه الى نادي بيراميدز، وده كنا قلناه من فتره طويله هنا في البريمو. نادي بيراميدز بيتفاوض مع احمد الشيخ بشكل كبير. هنشوف هل هيبقى متواجد في القائمه الثانيه الخاصه بنادي بيراميدز ولا الوضع هيكون مختلف لنادي اخر. زي ما قلت لكم بعض العروض الخاصه بالانديه للراحلين. صالح جمعه ايضا سموحه بيقترب من ضمه في القائمه او في الفتره القادمه. منتخب الشباب ان شاء الله كل التوفيق ليه في بطوله شمال افريقيا اللي مؤهله لكاس الامم الافريقيه للشباب 2021 بموريتانيا. ان شاء الله كابتن ربيع ياسين كل التوفيق ليه هو ورجالته ان شاء الله للوصول لنهائيات الكاس الامم الافريقيه ان شاء الله اللي هتكون بموريتانيا. ان شاء الله منتخبنا هيقابل ليبيا يوم 15 ديسمبر، دي اولى مبارياته. ثم ان شاء الله دي هتكون المباراه الساعه 2 الظهر عشان الناس اللي بتدون المواعيد بتاعه المباريات المنتخبات. ان شاء الله هتكون الساعه 2 الظهر. ثم هيواجه المنتخب التونسي يوم 18، ثم المنتخب الجزائري يوم 24، ويختتم مبارياته في البطوله بملاقاه المنتخب المغربي يوم 27 على ملعب المنزل. ان شاء الله كل التوفيق ليهم. وكابتن ربيع ياسين طبعا مش غريب ابدا عن المنتخبات وتحقيقه نتائج جيده مع منتخبات الشباب. يعني واحنا بنتكلم على النجم الساحلي بيعلن التعاقد مع فيريرا. النجم الساحلي كان في كلام عن وجود ايضا النجم الكبير عصام الحضري ان هو مدرب حراس مرمى لهذا الفريق، لكن لما نيجي يعني قبل ما نسبق الاحداث، فيريرا طبعا واحد من المدربين المميزين اللي يمكن درب في الزمالك وفي سموحه هنا في مصر وايضا الاسماعيلي، واخذ مع المنتخب العراقي بطوله كاس اسيا في سنه 2007 لو تتذكروا، ايضا مع هذا المدرب المميز واللي كان ليه اثر ايجابي مع نادي الزمالك هنا في مصر. ده يمكن خبر عن النجم الساحلي وتعيين فيريرا في القياده الفنيه. طبعا منذ ايام توفى مارادونا، طبعا واحد من اعظم اللاعبين في كرة القدم في العالم واسطورة في كرة القدم في العالم. الجميع طبعا كان حزين على وفاته. ابن يعني لما بنيجي نتكلم على بنته، يعني بنته دالما ابنة مارادونا عيطت في اخر حضور مباراة ليها في بوكا جونيور او مباراة لبوكا جونيور، واكيد بنتكلم في ان بنته